الدولة يا فندم لها سياسات يا ولها فندم انا عاوز اتكلم يا رجل فندم. مستعين بس حسني مبارك، وليس هذا عصام شرف من التحرير المتآمر. هذا عصام شرف يا فندم. انا بعت لك لينكات على النت، ارجو ان تفتحها الان للجمهور، ارجو ان تفتحها للجمهور يروا منذ عام 2000 حتى الان، منذ عام 2000 حتى الان ماذا فعلت حقوق الانسان وماذا فعلت السيد البرادعي والسيد وائل غنيم. يا فندم بعد اذنك كله ظاهر على النت، بعد اذنك افتح هذه الصفحه الان التي ارسلتها اليك، ستجد ان السيد هارز يا فندم وضع التاريخ، وضع كل خطوه تم تنفيذها بمؤامره مع الكانفاس يا فندم التي تمول جميع الثورات العربيه الان، والتي من غرضها ان تغير الخريطه العربيه وان ترفع عباءه الوطنيه وعباءه العربيه والعباءه الاسلاميه والمسيحيه عن هؤلاء الناس. يا فندم مكتوب يا فندم في انشاء حركه 6 ابريل التي ينتمي اليها السيد شادي الغزالة عبد واسماء محفوظ، والحركات الاخرى التي ينتمي اليها السيد وائل غنيم. من وائل غنيم؟ المدير الاقليمي لشركه جوجل. من هي شركه جوجل؟ هو المستثمر الرئيسي فيها السيد سورس اليهودي يا فندم، يملك 28% من الفيسبوك، وانا لا اقول عليه الفيسبوك ولكن اقول لا عليه انا اسف جدا يعني انا الشيطان بوك. انا اسف جدا انه ما اسموش الفيسبوك، اسمه الشيطان بوك. واليوتيوب لو سمحت اسمه اليوتيوب، انا اسميه هكذا. ليه؟ لان السيء الذي يتحكم في اليوتيوب تسميه ايه اليوتيوب؟ ويملك 28%. استاذ احمد اليوتيوب تسميه ايه؟ معه اكثر من 12 عام. السيد اوباما عمل في شركه السيد سورس اكثر من 12 عام، والسيد وائل غنيم هو المدير الاقليمي المتزوج من الامريكيه اليهوديه والذي يملك منها طفلين يا فندم، اليهوديه التي يملك منها طفلين. هذا السيد وائل غنيم اخيرا دلوقتي بيعمل NGO تعني يا فندم نون جفرمنت اورجانيزيشن. يقول اسلمت والغ غنيم. يقول والغ غنيم ان زوجته اسلمت يا احمد. نعم يا فندم. لا يا فندم، اسمح لي، اسلمت او لا او لم تسلم فهي في الاساس الاسلام يصرح بزواج المسيحيه واليهوديه طالما هي من اهل كتاب، ولكن هو الامر ما هي اغراضه؟ اذا كان سورس هذا اليهودي يملك الفيسبوك والجوجل، وسورس هذا يعمل لديه اوباما لمده 12 عام، وسورس هذا الذي يعمل لديه وائل غنيم، وائل غنيم وحركه 6 ابريل التي قابلت السيد البرادعي في 2009 في صربيا اندر كانفاس، وهذا موجود في الايميل الذي ارسلته اليك الان. وحركه 6 ابريل انا اقرا من النت الان، وحركه 6 ابريل هي والسيد البرادعي مع الجوجل مع السيد المدير الاقليمي لجوجل وائل غنيم قد تقابلوا معا في 2010 يا فندم بعد اذن حضرتك، وقد تم الاتفاق ان في جانيوري وفبراير ابريل 6 وحركه 6 ابريل ومحمد البرادعي والسيد وائل غنيم سيقومون بهذه الحلقه وسيوقعون معا على حكومه جديده. اتعلم ماذا يفعل السيد سورس هذه الايام يا فندم؟ السيد سورس مشغول هذه الايام هو والسيد اوباما بوضع الدساتير للبلاد التي اسقطوها والتي سيسقطوها. وضع هذه الدساتير يا فندم، الدستور المصري الان يضعه السيد سورس مع السيد اوباما للحكومه المصريه الجديده التي ترفض السيد المذيع تامر من القناه التلفزيونيه عندما يقول الحقيقه بحجه ان الثوره. يا ليتك توضح النقطه يا اخوي احمد صادق. أنا أوضح النقطة من بين السطور يا فندم. انظر إلى من الذي أقال السيد المذيع؟ السيد عصام شرف أم من الذي أقام السيد المذيع عندما قال الحقيقة عن الذين ألقوا الحجارة على مؤيدين الرئيس حسني مبارك، على الوطنيين المصريين، على الوطنيين المصريين الذي قال عنهم السيد عصام شرف أن مصر لا تسعى
لمسيء للثوره، مثل يا سيد عصام شرف ان كنت في ميدان التحرير ذو المساحه 45,000 متر الذي لا يسع اكثر من 100,000 فرد، والذي باقصى حدوده 200,000 فرد لو تراكموا فوق بعضهم. يا سيد عصام شرف مثل 85 مليون ينقصوا ال 200,000 بتوع مدينه التحرير يا سيد عصام اشرف، يا سيد عصام شرف الذي اخذت شرعيتك من ميدان التحرير وتركت مصر واخذت 45,000 متر في مصر. مصر كيلو في كيلو، كيلو في كيلو يعني 1000 متر في 1000 متر، 1000 متر في 1000 كيلو، بعد اذن حضرتك يعني مليار يا سيد شرف تاخذ منه 45,000 متر ودخول اخذت شرعيتك منه. السيد عصام شرف ماذا فعل في الحكومه في منذ 60 يوما حتى الان؟ اقول لك ماذا فعل يا سيدي؟ فعل انه اخذ 2 مليار قرض قصير الاجل، فعل انه ذهب الى التبع واكل الفول، فعل يا فندم انه رفع الحذاء لسيده بسيطه وخلى الناس تصوره وهو بيرفع الحذاء. تعلم ماذا فعل؟ جاب المصورين تصوروا ويقول عشان انا بدفع غرامه رخصه. هذا ما فعله السيد عصام شرف. ماذا فعل؟ السيد احمد شفيق يا سيدي، هذا الرجل الذي رايناه في اقل من 30 يوم يبحث عن تعويضات للحرق واللئسان، يبحث عن لجان تقصي الحقائق، يبحث ثم يخرجون في ميدان التحرير. حتى هذا الرجل الذي سمعنا عنه منذ عشرات وعشرات السنين نسمع بانه رجل حقيقي، نقل حقيقي ولا يعرف الا في الحق لومة لائم، لكن لا يرضيهم لانه رجل وطني ابن القوات المسلحه. هم عايزين عصام شرف. طب اسال السيد عصام شرف، اين يا سيد عصام شرف اين كنت قبل الثوره باسبوعين؟ سيقول لك لو كان صادقا كنت بالاموال العامه يتم التحقيق معي في قضيه 260,000 جنيه، سارسل اليك الان بالايميل في خلال 5 دقائق. لحظه انت لحظه اخ احمد، يعني عشان الله يعني لا نضيع، خلينا نحاورك عشان مو بس بروحك. انا ابي عصام شرف كان قبل الثوره وين يحقق معاه؟ ايوه يا فندم في لدى الاموال العامه. ليش؟ ليه؟ مختلس اموال يعني ولا ايه؟ قضية يا فندم بعد اذن حضرتك الاستيلاء على مال جمعية من جمعيات الغير هادفة للربح استولى فيها على 260,000 جنيه. اسأل السيد عصام شرف ألم تقع مخشاة عليك يا سيد عصام شرف لما عرفت ان انت هتسجن؟ هذا ما قبل الثورة ب 15 يوم. اسألوا السيد عصام شرف ماذا عندما كنت وزير تحت وزارة في عهد السيد الرئيس حسني مبارك، عندما أهلكت قطار واهلكت به اكثر من 500 فرد، وقلت في الاخر 500 فرد ماتوا 100 يا فندم وكانوا مصابين 400. هتعلم ماذا قال السيد عصام شرف؟ قال يعني لما يموتوا 100 حادثه قطر وماتوا فيها 100. السيد عصام شرف عندما قال هذا قاله السيد الرئيس حسني مبارك. السيد عصام شرف اساسا كان عضوا في لجنة سياسات السيد حسني مبارك، ونحن الآن الذين بالشارع ندافع عن السيد الرئيس حسني مبارك، ندافع عن مصريتنا في رمزها حسني مبارك، ندافع عن وطنيتنا وعن أرضنا ولا نأخذ مثل ما يأخذون إن كان برادع ولا وائل غنيم ولا خلافهم. هؤلاء يا سيدي متآمرين خونة سيذكر التاريخ. والله المصريين عن ذكرة أبيهم. الآن يفضحون جميع مؤامراتكم يا سيد عصام شرف. يا سيد عصام شرف، قل من الذي اعطاك التصريح في ميدان التحرير ان تتحدث باسم الشعب المصري وانت كنت مواطنا اياميها وكنت اساسا يحقق اليك في جريمه في لدى نيابه الاموال العامه؟ ماذا صدر في من استاذ احمد حصل ايه بالقضيه دي؟ احمد صادق من مصر. استاذ احمد حصل ايه بالقضيه مالت عصام شرف؟ عصام شرف دلوقتي حصل ايه يعني؟ سكروا الملف ولا ايه؟ يا فندم سكروا كما يسكرون على كما سكروا على محمد على ازاي سكروا قضيه فلوس واموال عامه يعني؟ مفروض اذا صحيح كلامك يكون موجود بطرة بعد على ذمه القضيه يعني.
وماذا فعل يا سيدي الفاضل في قضية السيد أحمد محمد حسنين هيكل الذي تقدم إلى النائب العام مستندات منذ أكثر من شهر حتى الآن؟ أتعلم ماذا فعل السيد النائب العام؟ نعم. كل ما فعله التحفظ عليه هو بدون سجن، بدون تحفظ على امواله منذ شهر، وهو يعطيه الفرصه لتهريب امواله. هذا احمد السيد ابن محمد حسنين هيكل هذا يملك القلعه. أتعلم القلعة دي منذ 5 سنوات لم تكن موجودة. القلعة الآن تمتلك في مصر أصول بأكثر من 20 مليار جنيه. القلعة هذه في 5 سنوات تمتلك 20 مليار جنيه. من أين لك هذا يا سيد محمد حسين هيكل الذي تقول أن هناك ثورة مضادة؟ ولما تطرده حسن مبارك من شرم الشيخ؟ هو قاعد هناك قاعدين يعمل إيه؟ ما ترموه. في حاجة اسمها ما ترموه يا محمد يا حسنين يا هيكل يا من تزور التاريخ. سأذكر التاريخ أنك مزور التاريخ يا محمد حسين هيكل، وتذكر التاريخ فسادك أنت وابنك، وتذكر التاريخ كيف منذ شهر مضى ما هو تصريح النائب العام في قضية أحمد محمد حسين هيكل؟ ما هو تصريح النائب العام حتى الآن؟ محمد حسين هيكل قارن أحمد محمد حسين هيكل وثروته في 5 سنوات بثروة السيد الرئيس حسني مبارك الذي لم يخرج بنك خارج مصر حتى الآن ليقول أنه يملك دولار واحد يا فندم. نعم. دولار واحد. نحن الآن يزورون علينا الديمقراطية ويزورون علينا الثورة. أنا بعرف ليش يسكتون عن هيكل وغير هيكل يعني من هالعلالم هذه، يعني ليش ما يحاكمون يعني؟ أنا أرجوك وأتمنى منك أن تذكر ودعوة لكل المصريين الشرفاء، المصريين الحقيقيين، المصريين الذين لا تقدرون فلوس مؤامرة. أنا بقول لك يوم الجمعة نازلين عن ذكرى أبينا، وأرجو دعوة من قناتكم الفاضلة بأن تخرج بعنوانها أن مصر كلها مدعوة إلى المسير يوم الجمعة لإثبات أن هناك مصريين حقيقيين وطنيين، مصريين حقيقيين وطنيين. أتعلم يا سيدي الفاضل أن السيد عصام شرف أخذ القرض 2 مليار دولار ب 11 مليون جنيه مصري، وأخذ العقد من الشركة المصرية الكويتية ب 200 مليار جنيه سيتم صرفها في مصر. أتعلم 200 مليار جنيه دي يا فندم منها 30 بحسب القانون وحسب كله عصام شرف. هذا يا طول الليل مع عصام شرف. المشروع الذي تمويله وتكلفته 200 مليار، أعطيني الفرصة لو تسمع، 200 مليار 30% منه يخرج أجور و70% خامات. إذا هناك 60 مليار جنيه مصري سيتم إعطاء أجور في هذا المشروع. هناك 140 مليار جنيه مصري خامات حديد وأسمنت وزلط وخامات يتم شرائها من مصر. هم يا فندم يضعفون الاقتصاد المصري، هم أضعفوا الدولة وهيبة الدولة، والمخطط الآن أن يضعفوا الاقتصاد المصري. يضعفوا يا سيدي. الفطيم مشروع بالقاهرة الجديدة تكلفته مليارات، الآن يريدون أن يسحبون هذا المشروع من السيد الفطيم. لا مش فطيم ولا ركحي ولا وليد طلال ولا فطيم. احنا مش عايزين البلد دي تنمو، احنا عايزين نفطس البلد دي اقتصاديا عشان تبقى نهكت، ونهكت بعد اذن حضرتك من شرطتها، ونهكت في جيشها، ونهكت في شعبها، ونهكت في تفككه الاجتماعي، ونهكت اقتصاديا. اصبحت لقمه سائغه. لو اتيت ب100 فرد سيأكلونها في يوم من الأيام كي يسيطرون على قناة السويس وعلى سيناء. يا فندم المخطط واضح. ارجعوا يا فندم شوفوا مين هو الذي يملك جوجل. هو السيد سورس اليهودي الذي عملوا معه اوباما 12 سنة والذي يعمل معه وائل غنيم. ارجعوا يا فندم لو سمحت إلى اللينكات التي على النت التي أرسلتها إليكم، وسأرسل إليك بعد أقل من 5 دقائق من انتهاء مكالمتي، سأرسل إليك قضية السيد عصام شرف كي تنشرها على التلفزيون المصري لترى السيد الذي تم تحقيق نيابة الأموال العامة والقضاء المصري العفيف. ترى ونسأل نحن المصريين ماذا حدث في هذه القضية يا سيد عصام شرف؟ بل تجيبنا أنت يا سيد النائب العام يا الذي تتعنت وترغب في نقل السيد الرئيس الذي أفضله على المصريين جميعا، السيد الرئيس الذي حارب في 73 هو الأب، السيد الرئيس الذي يا أخي نشر السلام بيننا والأمان بيننا.